أحوالك إيه؟ في حب، في حب، في رحمة. الولد بينه وبين أبوه في رحمة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اسمع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انت بتتعامل مع والديك برحمة ولا حالنا ايه؟ انا بيجي لي كمية تليفونات من الامهات والاباء لا حصر لها. الام اللي تقول لي يا ابني ينفع يا شيخ ابني يكون ساكن في الدور اللي فوق مني ويمر عليا اكثر من 6 شهور ما يقوليش ازيك يا امي؟ والام اللي تتصل تقول لي يا ابني لسه ضاربني امبارح عشان خاطر يرضي زوجته. والام اللي بتشتكي يا ابني اولادي ما بيسالوش عليا، وغيره وغيره وغيره. هي دي الرحمه؟ وعايزين ربنا يرحمنا. فتش في حياتك. اي واحد بر بوالديه ويتعامل معاهم برحمه الا وربنا موسع عليه في كل شيء، حياته كلها خير. وفتش في حالك كده، لو انت عندك مشاكل واكتئاب وضنك وهم، والله هتلاقي نفسك بعيد كل البعد عن والديك، لان طاعه الوالدين كلها بركه. الله تبارك وتعالى قرنها بعد التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. طب انت بتتعامل مع والديك برحمه؟ بتخاصم امك وتخاصم والدك يا مفتري عشان زوجتك؟ بقى البيت اللي عشت فيه اكثر من 25 سنه وترعرعت فيه ونشأت فيه واكلت من خير والديك، والدك اللي سعى عليك، امك اللي حملتك وارضعتك وسهرت عليك الليالي تغذي فيك وتنظف فيك وتكسيك، وبعد ما تكبرك تظلمها يا مفتري، تيجي عليها على حساب زوجتك. هذه الام التي قامت وسهرت عليك الليالي لتراك في احسن حال، فجأة كده ينقلب الحال وتبقى امك سيئة. زوجتك تقول لك امك امك امك. هل هذا يرضي الله؟ الشباب الصغير بيتعامل ازاي مع والديه؟ فلا تقل لهما اف. مجرد كلمة اف بس. ده احنا دلوقتي بنشوف الشباب اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيلعن والديه حتى على سبيل الفكاهة، بهزار في النواصي والشوارع: يا ابن فلان، يا ابن فلانة، مع ان ده من اكبر الكبائر. من اكبر الكبائر ان يلعن او يسب الرجل والديه.